بيبدأ الفيلم سنة 740 ميلاديا، وبيكون في ساحرة شريرة اسمها مورجانا عاوزة تخلص على كل السحرة عشان تحكم العالم. ولكن ميرلين ملك السحرة بيحاول يمنعها هو وتلاميذه الثلاثة، واللي بيكون اسمهم بلتزار وفرونيكا وهوفرث. وقتها بيقدر ميرلين انه يتغلب على مورجانا بكل سهولة، وبيكون على وشك انه يقتلها. بس فجأة بيجي تلميذه هوفرث وبيقتله، وبيقرر انه يساعد مورجانا في خطتها الشريرة. فبتاخد مورجانا كتاب التعويذ بتاع ميرلين، وبتبدأ تعمل تعويذة شريرة هتقدر من خلالها تستدعي جيش كامل من الموتى، وده عشان تسيطر على البشرية كلها. فبيجي بلتزار وبيحاول يمنعها بالسحر بتاعه، لكنها بتطلع أقوى منه وبتهزمه بكل سهولة. وساعتها بتقرر حبيبته فيرونيكا إنها تضحي بنفسها، وبتعمل تعويذة بتحبس بيها روح مورجانا جواها عشان تنقذ العالم من شرها. وبتخلي بلتزار يحبسهم هما الاتنين في وعاء سحري، وكمان بيقدر بلتزار إنه يهزم صاحبه الخاين هوفرث وبيحبسه. وقتها بيكون ميرلين على وشك إنه يموت، وبيدي لبلتزار الخاتم السحر بتاعه اللي بيكون على شكل تنين، وبيقول له إن الخاتم ده هيوصله بولد صغير، والولد ده هيكون خليفته وأقوى ساحر في العالم، وهو الوحيد اللي هيقدر يقتل مورجانا، لأنها بالتأكيد في يوم من الأيام هتخرج من الوعاء السحري. فبيبدأ بلتزار يدور على الطفل المختار، وبتعدي سنين كتيرة جدا وهو مش لاقيه. بنروح بقى بعدها لوقتنا الحالي، وبنشوف طفل اسمه ديفيد وهو في رحلة تبع المدرسة، وبيبعت ورقة لزميلته بيكي، وبيكون كاتب لها انه بيحبها وعاوز يرتبط بيها. فبتكتب بيكي ردها في الورقة وبتسيبها وبتمشي، ولكن الورقة بتطير في الشارع، وبيروح ديفيد وراها عشان ياخدها لحد ما بيوصل لمحل تحف قديمة، وبيلاقي ان الورقة دخلت من فتحة الباب بتاعة المحل. فبيضطر يدخل المحل وبيفضل يدور على الورقة بتاعته لحد ما بيجي الساحر بلتزار وبيديله خاتم ميرلين عشان يلبسه، وبيطلع ان كل ده لسه ملقاش الطفل المختار اللي هو وريث ميرلين. واول ما بياخد ديفيد الخاتم بيتحرك التنين اللي عليه وبيلف حوالين صباعه. فبيقول له بلتزار انت دلوقتي وريث الساحر ميرلين، وبيعرفه انه هيعلمه السحر من دلوقتي لانه قدره انه يدافع عن البشرية. وبعدها بيسيبه وبيروح يجيب كتاب السحر، وساعتها بيقع قدام ديفيد الوعاء السحري اللي محبوس فيه هوفرث مساعد مورجانا. فبيتفتح الوعاء وبيخرج منه حشرات كتيرة جدا، وبيظهر هوفرث. وساعتها بيجي بلتزار وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. فبيستخبى ديفيد وبيلاقي الوعاء السحري اللي محبوس فيه مورجانا، ولما بيحاول هوفرث ياخده منه بيمنعه بلتزار. وساعتها بيتفتح وعاء سحري بيحبسهم جواه، وبيتحبسوا هما الاتنين. فبيترعب ديفيد جدا وبيخرج من المحل وهو مش فاهم اي حاجة، وبيرمي الوعاء بتاع مورجانا في الشارع. فبتيجي المدرسة بتاعته وبتسأله انت كنت فين بالظبط؟ فبيقول لها ان في سحرة كانوا عمالين يتخانقوا في المحل. فبتدخل المدرسة وما بتلاقيش اي حد جوه، وبتلاقي ان المكان نظيف وكأن مفيش اي حاجة حصلت. وبعد 10 سنين بيكبر ديفيد وبيكون عايش مع صاحبه جاك لانه بيدرس في الجامعة. وفي نفس الوقت بيكون الوعاء السحري اللي محبوس فيه بلتزار وهوفرث موجود في بيت راجل عجوز كان اشتراه من المحل. وفجأة بنشوف هوفرث وهو بيخرج من الوعاء وبيرميه من الشباك عشان بلتزار ما يعرفش يخرج، ولكن بلتزار بيخرج في آخر لحظة قبل ما الوعاء يتكسر في الأرض. ولما بيرجع ديفيد للبيت بيتفاجئ إن هوفرث مستنيه وبيسأله عن الوعاء السحري اللي مورجانا محبوسة فيه. فبيقول له ديفيد إنه رماه وهو صغير في الشارع، وبيطلع يجري بسرعة وهو خايف. فبيشوف هوفرث صورة فيها مجموعة ذئاب، وبيستخدم السحر بتاعه وبيحولهم لحقيقة عشان يجروا ورا ديفيد ويمسكوه. وساعتها بيهرب ديفيد بسرعة وبيدخل لمحطة القطر، ولما بيهجم عليه واحد من الذئاب بيتحول لكلب صغير. وساعتها بيظهر بلتزار وهو راكب نسر، وبيطلع ان هو اللي انقذه. وبعدها بياخدوا وبيهربوا من المكان لحد ما بيوصلوا البرج، وبيشرح له بلتزار ان هو وريث ميرلين ومهمته انه يدافع عن العالم من شر الساحرة مورجانا. وده لان هوفرث لو لقى الوعاء السحري بتاعها هيحررها، وساعتها هتستدعي جيش كامل من الموتى وهتحكم العالم كله. وبعد ما بيخلص كلامه بيستخدم السحر، وبيعرف ان مكان الوعاء بتاعها في الحي الصيني. وساعتها بيستخدم هوفرث السحر هو كمان، وبيعرف ان الوعاء السحري مع واحدة صينية. ولما بيروح بلتزار للست الصينية بيطلب منها الوعاء، وبيعرف انها هوفرث وبيضربها. وفعلا بيطلع ان هوفرث وكان متنكر في الست الصينية، وبيقول له انه اخد وعاء مورجانا، وكمان حرر واحد من السحرة الاشرار اللي بلتزار حبسهم في الوعاء السحري قبل كده. وقتها بيكون
بيكون الساحر ده واقف ورا بلتزار وبيحدف عليه أشواك إبر حادة عشان يقتله، ولكن بلتزار بيدافع عن نفسه وبيضربه. وساعتها بيكون ديفيد في الشارع وبيشوف الساحر، فبيستخدم السحر وبيحاول تنين لعبة وبيخليه حقيقي، وبيبدأ التنين دوت يطارد ديفيد. وفي اللحظة دي بيقدر بلتزار ياخد الوعاء السحري بتاع مورجانا من هوفرس وبعدها بيهرب. وساعتها بيحاول ديفيد انه يستخدم السحر بتاع خاتم ميرلين وبيقدر يحرق التنين بصعوبة، وبيكون فرحان جدا عشان قدر يستخدم السحر. وبعدها بيروح يقابل بلتزار وبيركبوا العربية عشان يهربوا، وبيقول له بلتزار انه محتاج مكان سري عشان يعلمه فيه اساليب السحر. فبياخدوا ديفيد للمختبر بتاعه اللي بيعمل فيه الاختراعات بتاعته، وهناك بيخفي بلتزار وعاء مورجانا عشان يضمن ان محدش هيسرقه. وبعدها بيبدأ يعلم ديفيد السحر وبيعرفه طريقة يتحكم بيها في النار والكهرباء. وفي نفس الوقت بيروح هوفرس لساحر اسمه ميريك وبيقنعه انه يبقى المساعد بتاعه. وبالليل بيخرج ديفيد مع بلتزار عشان ياكله، وبيشوف حبيبته بيكي اللي كانت معاه في المدرسة وهو صغير، فبيروح يتكلم معاها وبيوصلها لمحطة المترو. وهناك بيجي حرامي وبيسرق شنطة بيكي، فبيجري ديفيد وراه وبيستخدم الخاتم السحري وبيقفل باب الخروج. وبعدها بيرفع صندوق الزبالة وبيرميه على الحرامي، وبياخد الشنطة وبيرجع يديها لبيكي، فبتشكره وبتقوله انها هتركب المترو عشان ترجع للبيت. وقبل ما تمشي بيطلب منها ديفيد انها تروح له المختبر بتاعه بكرة عشان يوريها الاختراع بتاعه. وتاني يوم بيكمل ديفيد تدريبات السحر مع بلتزار، وبتيجي بيكي زي ما قال لها وبيعرفها على بلتزار، فبيتضايق بلتزار لانها قطعت تدريباتهم وبيسيبهم وبيمشي. وساعتها بيوريها ديفيد الاختراع بتاعه واللي بيكون عبارة عن جهاز بيتحكم في موجات الكهرباء، فبتنبهر بيكي بذكائه وبتخليه يوصلها لمدرسة الموسيقى بتاعتها. وهناك بيدخل الحمام وبيجي ميريك وهوفرس عشان يعرفوا منه مكان الوعاء السحري بتاع مورجانا. ولكن فجأة بيجي بلتزار وبيهجم على هوفرس وبيحبسه في بعد تاني من خلال المراية، وبعدها بيضرب ميريك وبياخد ديفيد وبيمشي. ولما بيرجعوا للمختبر بيشرح له ان هوفرس عاوز الوعاء السحري عشان يحرر مورجانا ويدمروا العالم، ومحدش هيقدر يوقفهم غيره لانه هو وريث ميرلين. فبيقرر ديفيد انه يكمل تدريباته وبيستخدم السحر وبيخلي المقشات ينظفوا المختبر لحد ما يستحمى. ولما بيخرج من الحمام بيلاقي ان المكان غرقان ميه، وبيكون مش عارف يستخدم السحر ويوقف المقشات. وفجأة بتيجي بيكي وبيضطر يطردها عشان ما تشوفش المقشات وهي بتتحرك لوحدها. وساعتها بتوصل الميه للكهرباء وبيحصل ماس كهربائي في المكان كله، وبيكون ديفيد على وشك انه يقع في الميه ويموت. ولكن بيجي بلتزار في اخر لحظه وبينقذ الموقف، وبيبدأ يزعق له عشان استخدم السحر بطريقه غلط. فبيتعصب ديفيد وبيقول له انه مش ساحر ومش هيقدر يقف قصاد مورجانا، وبيخرج من المختبر وهو متضايق جدا. وبعد شويه بيرجع يعتذر لبلتزار على الكلام اللي قاله له، بس فجأة بيهجم عليه وبيثبته بالسحر، وبيطلع ان ده ميريك وكان متنكر على شكل ديفيد. وقتها بيجي هوفرس وبيعرف مكان الوعاء السحري بتاع مورجانا وبياخده كمان. وقبل ما يمشي بيحدف سكاكين على بلتزار عشان يقتله، ولكن بيجي ديفيد وبيستخدم السحر وبينقذه في اخر لحظة. وبعدها بيركبوا العربية وبيروحوا ورا هوفرس عشان ياخدوا منه الوعاء السحري، فبيحول هوفرس عربيته لعربية سباق وبيهرب بسرعة. وساعتها بيحول بلتزار عربيته هو كمان، ولكن بيكون هرب منهم ومعاه الوعاء السحري بتاع مورجانا. وتاني يوم بيتكلم هوفرس مع ميريك وبيوريه وعاء سحري للمساعدة بتاعته زمان، وساعتها بيغدر بيه وبياخد روحه عشان يحرر الساحرة من الوعاء وبيخليها تروح تخطف بيكي حبيبة ديفيد. ولما بترجع له بياخد روحها وبيسرق السلسلة السحرية بتاعته لأنه محتاج طاقة كبيرة، وده عشان يقدر يحرر مورجانا من الوعاء السحري. وقتها بيوصل بلتزار وديفيد للمكان اللي هو فيه وبيدوروا عليه، فبيروح بلتزار للمكتب بتاعه وبيشوف خريطة المكان اللي هيحرر فيه مورجانا. وقبل ما يخرج من المكان بيلاقي نفسه عمال يتسحب لتحت الأرض، وبيخمن إن هوفرس هو اللي كان عامل له الفخ دوت. وفي اللحظة دي بيلاقي ديفيد الوعاء السحري بتاع مورجانا، ولكن فجأة بيجي هوفرس وهو ماسك بيكي وبيهدده إنه هيقتلها لو ما سلمش الوعاء والخاتم السحري بتاعه، فبيضطر فعلا يديهوله وبيمشي هوفرس بسرعة من المكان. وساعتها بيجي بلتزار بعد ما حرر نفسه بصعوبة وبيحكي له ديفيد على اللي حصل، فبيقرر بلتزار إنه يدور على هوفرس لوحده عشان يمنعه إنه يحرر مورجانا. وقتها بيتكلم ديفيد مع حبيبته بيكي وبيشرح لها كل حاجة، وبتجيله فكرة إنه يستخدم الاختراع بتاعه واللي هيقدر من خلاله إنه يتحكم في الشحنات الكهربائية وبيوقف حركة مورجانا
مورجانا لحد ما يحبسوها في الوعاء السحري مرة تانية. في الوقت ده بيقدر هوفرس يحرر مورجانا، وبتكون روحها محبوسة في جسم فيرونيكا حبيبة بلتزار، وساعتها بتسيطر عليها وبتحضر التعويذة بتاعتها واللي هتقدر من خلالها تستدعي جيش الموتى وتسيطر على العالم كله. فبتخرج أشعة من كل الاتجاهات وبتجمعها على شكل نجمة، وده عشان تفتح البوابة اللي هيخرج منها الجيش. ولما بيشوف ديفيد الأشعة بيطلب من بيكي إنها تطلع على البرج وتبوظ أي طبق صناعي من اللي بيعكسوا الأشعة ديت، وبالتالي البوابة دي هتتقفل. وقتها بيجي بلتزار وبيهجم على مورجانا، ولكن هوفرس بيمنعه وبيستخدم سحره على تمثال ثور وبيخليه يتحرك ويهجم على بلتزار. فبيجي ديفيد وبينقذه في الوقت المناسب، وكمان بيضرب هوفرس بالشحنات الكهربائية بتاعة الاختراع بتاعه. وفي اللحظة دي بتنجح تعويذة مورجانا وبيبدأ الجيش بتاعها يخرج، ولكن بيكي بتدمر الطبق الصناعي بتاع البوابة وبتقفلها زي ما ديفيد قال لها. فبتفقد مورجانا الوعي وبتقع على الأرض، وساعتها بيجري بلتزار على جسم حبيبته فيرونيكا وبيبدأ يسحب روح مورجانا من جواها، وده عشان ينقذها وبينقلها لجسمه هو. وبعدها بيأمر ديفيد انه يخلص عليه عشان مورجانا تموت معاه ويخلصوا من شرها، ولكن ديفيد بيرفض وبتخرج روح مورجانا من جسم بلتزار بسرعة، وساعتها بتحدف عليهم نار وبيحاول ديفيد انه يتصدى لها وبيستخدم السحر. وساعتها بيتصدم بلتزار لانه بيستخدم السحر من غير خاتم ميرلين، بس كل ده للاسف بيبقى من غير فايده لان مورجانا بتكون اقوى منه بكتير. فبتحدف صاعقه كهربائيه على فيرونيكا عشان تقتلها، ولكن بلتزار بيدافع عنها وبينقذها في اخر لحظه وبيموت هو. فبيتعصب ديفيد وبيحدف صاعقه كهربائيه على المولد الكهربائي، وبعدها بيتحكم في اسلاك المولد وبيربطها في الكهرباء. ولما بيشتغل المولد بيوصل الكهرباء للعواميد وبيشل حركه مورجانا، وبيفضل يضرب مورجانا بالصاعقة لحد ما بيخلص عليها. وبعدها بيروح لبلتزار وبيحاول ينعش قلبه بالكهرباء، وفعلا بيفوق بلتزار وبيشكر ديفيد عشان أنقذه. وبتكون حبيبته فيرونيكا فرحانة جدا عشان أخيرا اتخلصوا من مورجانا بعد مرور آلاف السنين. وبيخلص الفيلم. يا ريت بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل، وما تنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني. مع السلامة.